السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي هو الكمال الفيديو السابق. انا عارفه تعطلت عليكم ولكن صراحه كنت مريضه شويه، هذا هو السبب. المهم انا جيت لكم بالجزء الثاني، والان احنا في مراكش وبالضبط في هذا الرياض هذا اللي اسمه تيرامية. الصراحه رياض غزال، فيه سبا والمكان بطابع مغربي اصيل. هاد الرياض هذا عنقوزو فيه 2 ليالي. انا بالضبط اخترت هذا الرياض هذا يعني ماشي من فراغ، فيه الهدوء واصلا الريت ديالو في البوكينغ دوت كوم 8.8، يعني الناس كاملين كيشهدوا بانه من اجمل الاماكن. عنده طابع كما شفتوا تقليدي. هنا هذه الطراز ديالو، ما انا صورتكم بالليل ملي كنا كنتعشاو حيت ما خرجناش منه صراحه، قوزنا الليله غير فيه، ما خرجناش هاد الليله هذه الاولانيه. فتعشينا هنايا على البيسينه، وحتى لغدا عاد غنكملوا على البروغرام ديالنا، وغادي من بعد ما نفطروا في هذا المكان هدايا. لكن قبل الفطور انا بغيت نصور لكم المكان باش تشوفوه يعني كيفاش عامل، ونهضر لكم عليه كتار باش اللي بغى في حاله ما شي حد بغى يجي لهذا المكان هذا يعني يكون واخد فكره. اول حاجه هذا المكان هذا كما قلت لكم جا خارج نص ساعه تقريبا الطريق، يعني كنظن شي 4 كيلومتر ولا شي حاجه بحال هدايا. احنا اخترناه كما قلت لكم ماشي من فراغ، انا اللي اخترته بالضبط. انا اصلا هذه المره انا اللي اخترت الفنادق سواء في الصويره ولا هنايا. فكنت باغيه شي مكان يكون هادئ. كما كتشوفوا هذا هو المكان الهادئ بالنسبه لنا العرسان الجداد، ما كاينش احسن من هذا المكان هذا، خصوصا الانسان ملي كيكون عنده طوموبيل. طبعا اذا ما كاينش الطوموبيل كتختار وسط المدينه احسن لانه كيكون قريب لكل المكان، ولكن ملي كتكون طوموبيل من الاحسن كتمشي لمكان اللي يكون يعني بحال نقولوا حنا هادي وترتاح فيه نفسيا، ماشي هذيك الضجه المدينه لانه طلعت لنا في راسنا نتوما عارفين. هذا المكان هدايا هذا المدخل ديالو يعني هو واحد الشريف حل طويل. جا بالليل مظلم، مع انه في بوكينغ دوت كوم كانوا يعني عاملين صور للمدخل بهذا الاضاءه اللي فيه كامله شعله. فاحنا مني وصلنا في الليل استغربنا، راجلي كيقول لي لا ما يمكنش يكون هنا كاين اوتيل ولا رياض. الموطع زعما فحال الخلا، يعني فحال الغابه كيبان، ولكن هو كاين. يعني من بعد ما دخولنا حتى هنايا عاد اكتشفنا بان كاين رياض وفيه الاضاءه من داخل، ولكن هاد الضوء هذا اللي كتشوفوه كان كامل مطفي. فهو المساحه ديالو يعني واحد الطيره اللي هي كبيره شاسعه، فيه الاسود، فيه كل سويد بحال اللي كتشوفوا هادو لي سويد. كل واحد هذا اوتيل، ونهاد الجهه هادي عاد تشوفوا السويد كاينين فحالو بزاف، واحد المجموعه، وكل واحد فيه بيسينه ديالو، فيه مسائل ديالو. يعني ابار الهدوء اللي فيه، فهو يعني عنده واحد الطابع اللي هو مغربي، يعني يعني بحال نقول لكم التراث ديالنا. كما كتشوفوا عندهم شجر الزيتون، عندهم الشجر يعني كيعملوا بعض الاشياء، كيغرسوا بعض الاشياء اللي يعني كيجيبوها في الاكل ديالهم، بحال الزيتون، بحال كيعملوا يعني بزاف د الحاجات يعني في الاكل اليومي ديالهم، كيوجدوا من الاكل اليومي ديالهم خصوصا الزيتون. هنايا كما شفتوا وقفنا الطوموبيل في هذا المكان هذا، وكنمشيو باش كنشوفوا الريسبسيون. بالنسبه للريسبسيون ديالهم ملي كتدخلنا الرياض، ماشي الريسبسيون ديالهم مكتب وبالطريقه اللي عارفينها حنا تقليديه. لا، الريسبسيون ديالهم هو هذاك الرياض من داخل، كتجلس على طاوله مغربيه، كيجيبوا لك بالرداتاي، كيعطيوك اوراق ديالك كتعمرهم وصافي. مشي كيعطيوك الساروت ديالك وكتمشي للاوتيل ديالك. بالنسبه لليله كانت في هذا الرياض هذا كانت بضريبه السياحه، كانوا 2 الليالي ب1900 درهم. 2 الليالي معهم الافطار، معهم الفطور بناد الصباح، والفطور غادي نوريكم شنو غادي يكون فيه بعد شويه. فهذا هو الرياض. عملتكم عليه واحد جولة من برا قبل ما يجيبوا لنا الفطور. انا كنت يعني كنستنى الفطور يوصل، كل طاولة كينزلوا لها الفطور بوحديتها، فكنت كنستنى الفطور وعملتكم جولة. الفطور ديالهم على هذا الشكل هذا: القهوة والبرتقال او عصير البرتقال، البغرير، شويه الفواكه مقطعين. اليوم الاول كان البغرير، اليوم الثاني كان الرغيفات او مسمنات صغارين، كيجي معاهم اللي كتعرفوا الزبده، الجبن، العسل، الكوفيتير،
وكاين اللي بتي بان وضروري من الاومليت. يعني الاومليت الا ما كانش خصك تينا كتقول له ما تجيبوهاش، اللي خصو اومليت كيطلب اومليت. صافي هذا الفطور النهار الاولاني كما قلت لكم. بالنسبه للمكان كما كتشوفوا هو هذا. غادي نعمل لكم جوله بسيطه في الرياض من داخل. غادي تشوفوا كيفاش الطابع ديالو التقليدي. فمع المدخل عندهم هذا الصالون المغربي هذا بهذه الطريقه هذه. كاين على الجهه اليمين وعلى الجهه ديال الشمال او اليسار كاين تدفئه او المدفأه، وكاين او تيمينيه، وكاين هذا الديكور هذا كما كتشوفوا، وهو فيه يعني اللمسات المغربيه من زليج مغربي وكل شيء. هنا كنجلسوا باش يعني كيجيبوا لكم اتاي. هنا كيكون الاستقبال عندهم. بالنسبه لهاد الطاولات اللي كتشوفوا، اللي كيبغي يفطر هنا ولا يتعشى هنا ما كاين حتى شي مشكل. نتوما يعني كتختاروا المكان اللي بغيتوا تاكلوا فيه. صافي انا من بعد ما فطرنا جيت نعمل لكم هاد الجوله هذه خفيفه في هذا الرياض هذا من داخل، باش كما قلت لكم تكونوا عارفين يعني الشكل ديالو كيفاش عامل بالنسبه للناس اللي كيبغيو الهدوء. اما بالنسبه للناس اللي كيعجبهم يجلسوا في اماكن يعني قريبه من المدينه فهذاك شيء اخر. صافي احنا كما قلت لكم اخترناه لانه كنا باغيين الهدوء والراحه. الانسان كينعس ما كيسمعش، ما كتسمعش حتى الطقطقه الصراحه. يقول لكم عقلكم في وسط شي حكايه الف ليله وليله. هنا هذا الباكيورد ديالهم كما كتشوفوا. الباكيورد فيه لا كويزين او الكوزينه فيه كيطيبوا العشاء والفطور وداك الشيء. وكاين الطابق الثاني اللي هو حتى هو فيه غرف هذه الجهه هذه، ويعني اي حد كيقدر يطلع ليلو. حنا كنا في الغرفه هنايا في الاسفل كما كتشوفوا. انا بغيت نوريكم الباب ديالها. صراحه صورت لكم الغرفه في الليل كانت الاضاءه شويه وصافي، اما في الصباح فانتم عارفين الغرفه كيفاش عندكم بعد ما نزلنا الباجاج وكل شيء ما قدرتش انني نصورها لكم. هنا طلعان الطابق العلوي باش نوري لكم الرياض من الفوق كيفاش كيبان. كما قلت لكم راه هو كيشرح نفسه. يعني المنظر ديالو والطابع ديالو رائع صراحه. انا كيعجبني هادشي التقليدي اكثر من العصري. فهنايا كما كتشوفوا عندهم هذا الباب ديال البالكون اللي كتطلل على البيسينه، وعندهم باب اخر اللي كتطلل على الباكيورد على الخلف ديال الرياض. هنا في هذا الرياض هذا كتنعس بكري وكتفيق بكري، فحيت الهدوء فيه كتسطاب الليله ديالك. يعني كتنعس باريحيه وكتنعس بهدوء، ما كتحسش يعني بضجه ولا في وسط المدينه. فاحنا نعسنا يمكن كانت 10 ولا هذا، وفقنا بكري يمكن 6 الصباح ولا. المهم وصافي حتى قرب الوقت هيداك 8 وهذا عاد خرجنا باش نفطروا. هذا هو المنظر ديالو او الفيو ديالو من فوق. تشوفوا المساحه ديالو شحال كبيره. هذه كامله المساحه ديال التراميه كبيره بزاف. وكما قلت لكم فيها الزيتون، كيزرعوا الزيتون وداك الشيء والشجر وبعض الخضره في هذا المكان هذا. وبالنسبه للطابق السفلي كيبان لكم من فوق كما كتشوفوا هو هذا على هذا الشكل هذا. صراحه ما نكذبش عليكم باقا ان شاء الله غادي نرجع له لانه ارتحت فيه بزاف وعجبني. وكما قلت لكم ملي كيكونوا العيال صغارين هاد الاماكن ما يمكن لكمش تمشيو. ولا علاش؟ لانه العيال كيعملوا صداع ديالهم الفتنه، ما كيخليوش الامور هادئه كما هي. ولكن ملي كيكون الانسان بوحديته فحال مثلا شي عرايس ولا شي حاجه ماشي مشكله. صافي هنا من بعد ما فطرنا غادي نشبروا الطريق لمراكش. كما قلت لكم الرياض جا خارج شويه من مراكش، فهنا قدامنا تقريبا نص ساعه الطريق. قبل ما نمشيو لجامع الفنا غادي نجوزو باش نكونفيرميو ولا كنت المهم قلت لكم كنظن شي فيديو لا ما قلت لكمش اننا غادي نمشيو للريستوران ديال ابراهيم باشا تركيا. وضروري خصكم الصباح اللي كاين فيه السهره كتمشيو كتكونفيرميو ريزيرفاسيون ديالكم، وكتشوفوا حتى الموطع فين بغيتوا تجلسوا بالضبط في الريستوران. صافي ومن ثم مشينا لجامع الفنا كالعاده. ضروري ما نجيو لجامع الفنا، سينو انا كنفضل جامع الفنا في الليل. كيعجبني جامع الفنا في الليل. في النهار كيكون ماشي عامر ويعني شويه وصافي، وخصوصا في هذه الوقيته هذه اصلا ماشي عامره مراكش بزاف. ولكن المهم جينا عملنا زياره ضروري غادي نوصلوا لجامع الفنا كالعاده. عملنا لافه شفنا شنو كاين هنا في جامع الفنا.
بحال اللي كتشوفوا هذا الشو اللي كيعدلوا ولا شنو نقدروا نسميوهم. انا بعدا كنخاف ما نكذبش عليكم، ما كنقدرش نقرب بزاف. شوف كيف كتنقص. المهم صافي سالينا الجوله ديالنا هنا في وسط جامع الفنا. غادي نمشيو باش غادي نعدلوا الحنه. قبل ما غادي نمشي نشرب العصير غادي نمشي ننقش الحنه. ضروري جيت هنا، ضروري نعمل شي نقيشه. بعد ما غادي ننقش الحنه غادي نمشي نشربوا العصير، لانه ما كاينش شي حد كيجي لهنا ما كيشربش هذا العصير هذا. وملي كنشوفوا تبارك الله هاد الخيرات الله كنقولوا الحمد لله على هاد النعم. صراحه كيعجبني هاد الطريقه اللي كيرتبوا بها الفواكه، وماشي غير الفواكه، لا حتى بزاف عندهم في مراكش كيرتبوا الاشياء بواحد الطريقه فنيه مع الالوان، كيجي صراحه رائع. من تما غادي نساليو العصير ديالنا وحنا كنتمشاو حتى غادي ندخلوا للمدينه القديمه. فضروري خصنا زياره للمدينه القديمه، وخصوصا انني كان خصني نشري بزاف د الاشياء، من بينها بعض الاواني. انا بعدا اهم حاجه هي الاواني والقشع. ضروري مني كنمشي لشي بلاصه خصوصا الطابع تقليدي، ضروري ما نفكر في المواعن وفي هادشي. فكان خصني نشري برارد في الذهبي. جيت نشوف هادشي هدايا، شريت الاشياء اللي كان خصني. مشينا عاود شفنا المهم لسانين من هادشي التقليدي ديالنا ديال النحاس وهادشي. مشينا نشوفوا بعض الاشياء اللي نقدروا نديوها سوفونير من مراكش. كل مره نجيو لمراكش وكنجيو لها كثير كما قلت لكم في فيديو سابق، ولكن ضروري ما نجيو كل مره نديو سوفونير. ديت بلاغي، ديت بعض الاشياء الاكسسوارات اللي هي بسيطه، ديت بزاف المهم د الحاجات اللي كنت باغياهم. وصافي هنايا من بعد ما تسالينا بزاف في المدينه القديمه غادي نمشي نوريكم واحد المطاع اللي هو رائع صراحه. هنايا ما عرفتش يسبق لكم مشيتوا له ولا لا. هو هذه المعشبه الملكيه هذه اللي هي المعشبه الخضراء، صراحه روعه. ما كاينش زعما شي حاجه اللي تفتش عليها وما تجبرهاش. هنايا عندهم جميع الاشياء اللي سقسيتي عليها غتجبرها عندهم. الصراحه الترتيب ديالهم للاشياء رائع جدا. هو صراحه بالنسبه للثمن عندهم شويه طالع شويه مقارنه مع المعشبات كاملين، ولكن حتى زعما الطريقه اللي كيعتنيو بها بالمحل ديالهم وكيفاش مستفين هادشي زعما كتستاهل. الا كانت شي حاجه زايده شويه ماشي مشكله. عندهم البخور، عندهم كل شيء. اي حد بغى يشري شي حاجه طبيعيه فهنا غادي يلقاها. عندهم خلاط الطبيعيه روعه، عندهم جميع الاعشاب وكل شيء. عندهم المطحنه ديالهم كيطحنوا كل شيء. عندهم بالنسبه للبخور كيعطيوك تجرب، يعني كيعملوا لك شويه د البخور كيحرقوه لك في ديك المبخره ديال الضوء باش كتجرب. وصافي المهم عملنا فيها دويره، خدينا بعض الاشياء اللي كان خصنا وغادي نمشيو هاد الوقيته هذه. من بعد ما نخرجوا من هاد المعشبه غنكونوا تقريبا سالينا الدوره ديالنا في جامع الفنا. ولو انني ما قدرتش نصور لكم كل شيء، علاش؟ لانه نتوما عارفين 2 سوايع ولا 4 سوايع ما يمكنش عاد ننزل فيديو، فانا اختصرت لكم. وهنا جينا باش نتغداو. والأكل في مراكش بصفة عامة يعني أنك أمام اختيارات يعني كثيرة من مطابخ عالمية اللي متوجدة في مراكش من ريستورات مختلفة. وإحنا طاح الاختيار ديالنا على هذا المطبخ اللي اسمه ليالي قارون. هذا المطبخ هذا إيراني كيعمل أكلات عربية ومشرقية مختلفة. فإحنا كنا كنفتشوا على شي أكل كيشبه الأكل اليمني وخصوصا المندي اليمني. فاخترنا هذا المطعم هذا وطلبنا الطبق الأول كان عبارة عن مشاوي أو مشكل مشاوي، والطبق الثاني كان مندي باللحم. وطبعا مقبلة أو السلطة الأولى كانت سلطة مشكلة فيها بزاف ديال السلطات المختلفة غادي نوريها لكم. المطعم هو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، ماشي كبير بزاف يعني صغير شويه.
كان هذا هو الطبق ديال السلطه او المقبله الاولى، فيها التبوله، فيها الحمص، فيها البابا غنوج، الكبه، فيها ورق العنب، مختلفه يعني، وكان الطعم ديالها الصراحه رائع رائع. بالنسبه للمشاوي هو هذا كيكون مشاوي اللحم والدجاج والكوتليت، فيه شويه سلطه وشويه الروز. ومندي باللحم هو هذا كما كتشوفوا، كان المذاق ديالو روعه الصراحه في المستوى، يعني طبق يمني بامتياز. هذا المطعم كيعمل اكلات مختلفه وغايه في الروعه. صافي تغدينا هنايا، يعني وكان الاكل كما قلت لكم مزيون، عجبنا بزاف. من بعد غادي تكون انتهت يعني النهار ديالنا الاول في مراكش كان انتهى. غادي نرجعوا فحالنا للاوتيل وغادي نكمل لكم ان شاء الله الفيديو اللي ماجي بالنسبه للسهره هذا النهار هذا في كانت. تلاقاو في الفيديو المقبل، الى اللقاء.